طيب هو شلون يقتنع في حضور الجمهور وعددهم وهو اللي عازمهم؟ أنا ما أدري، هي توجه السؤال لها. أنا والله ما أدري. أنا رجل أحيانا أقيم أمسية والله أجي حتى جيراني ولا أخوياي ولا ما واحد أنا بتخاون وياه بس يونسني بالطريق. ما تعلم؟ لا والله ما أعلم. اصلا عيب انك او تستحي لا تقول له. حتى يطلع برنامج يقول لي قصيده استحي أن اقول طالعوني ترى بطالع بالمكان الفلاني. يعني وانت وش تسوي؟ انت تقدم لا اولا واخيرا يعني شاعر، هذه موهبه يعني اذا لا قدمت من خلالها. انت شاعر تقدم ما هو لقبيلتك او ربعك الخاصين، للجمهور الشعري بشكل عام. تقدم طال عمرك الملايين البشر المتلقي او المشاهدين. كيفك؟ انا بجيك فزعه واقول والله جيت بس انا ماني مقتنع فيك. ممكن طال عمرك تقدم انت قدم اللي عندك وانت حسب عقل. اطعم اهل البر يكفون. انت قدم اللي عندك وحسب الماده اللي تقدمها. طيب ابو خليفه جمعان خلف الرشيدي ضيفنا وشاعرنا في هذه الحلقه، نعود للشعر ونسمع قصيده ثانيه. اقول جيت المكان وهاجب الراس تفكير، ورجعت للي عاليات مصروحه، للماضي اللي في سماه التباشير، اللي تعيش النفس ذكرى وضوحه. رجعت لأيامه وأنا طفل صغير، قبل الطفل يكبر ويقتل طموحه. فكرت والتفكير ما جاب لي خير، أثر على قلبي وفتق جروحه. صارت حياتي اليوم لعبة مقادير، المبتعد ما يتركونه بروحه. اليوم عيشتنا مثل عيشة الطير، من فوق غصن وكل واحد يلوحه. الطير جايع والسنابل مثامير، ومشرد بالشمس عن ظل دوحه. ما شفت للطيب معزه وتقدير، صارت الخبل قاصرات شبوحه. وين أنت يا النصاب؟ شيل الدنانير، الله عطاك من اليدين الشحوحه. سلام تجيب. صح لسانك صح لسانك. ضيفنا جمعان خلف الرشيدي، خلال مشوارك الشعري أصدرت 3 دواوين إذا ما خانتني الذاكرة: ديوان الجرح والدمعة، ديوان شاعرات من الخليج، ديوان ذكرني باسم الديوان الثالث. نعم أنا طال عمرك صدر لي تقريبا 6 دواوين. 6؟ أي نعم. أول ديوان هو لي صدر طال عمرك بسنة 85، الجرح والدمعة. نعم. هذه بدايتي الشعرية، بكورة إنتاجي. نعم. فبعده شاعرات من الخليج من جزئين. نعم. ثم طال عمرك صوت التجربة ومعناه خاص مشعاري. نعم. وديوان مشاعر وطنية، هذه يتكلم عن قضية الغزو، غزو العراق على دولة الكويت. نعم. فأنا واكبت الأحداث من بداية الغزو حتى التحرير. نعم. في القصايد. نعم. ودونتها في كتاب خاص فيك أنت. خاص في يتكلم عن أحداث الكويت من بداية الغزو لنهايته حتى نهايته، واكبت الأحداث. طيب الديوان هذا خصوصا أنه يعني يوثق حقبة زمنية معينة، حقبة ما وثقته في مكتبة الدولة مثلا أو؟ لا، اشترت مني وزارة الإعلام الكويتية مشكورة يعني نسخ من الإعلام. نعم. فهذا خاص في الغزو العراقي على دولة الكويت بالشعر طبعا. وقصائد خاصة فيك أنت؟ خاصة في أنا وخاصة بالكويت. نعم. طيب آخر ديوان كان آخر ديوان طال عمرك اللي هو السادس، هذا ديوان اسمه قرن من الزمان في ظل رمز الأمان. هذا يتكلم طال عمرك عن توحيد المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 100 عام على توحيد المملكة. نعم. فهذا طبعا بعد من قصايدي، خاص بقصايدي. نعم. وبعض من أقوال الملك عبد العزيز رحمه الله. نعم. وبعض القصائد اللي انقالت فيه مثلا؟ لا. نعم. من أقواله. نعم. ومن أشعاره، عنده بعد أشعار نعم. موثقتها من أشعار الملك عبد العزيز. نعم. وعن مقالات تخص المملكة. نعم. عموما ضيفنا جمعان خلف الرشيدي راح نتواصل معك ونكمل حديثنا معك. أعزائي المشاهدين.